خالتي واخواتي، مرحبا بكم في قناتكم طارق سافانا. هذا الفيديو راح يكون فيديو عاجل فقط، معلومة يعني جديدة بالنسبة للناس الراغبين باش يروحوا إلى أوروبا، يعني إسباس شنغن. فالاتحاد الأوروبي فينالمون يعني كما يقولوا وأخيرا تقبل طلب انضمام دولة كرواتيا إلى منظمة أو إلى منطقة شنغن في الأخير يعني كما يقولوا قبل هذا القرار. القرار هذا موش يعني قرار الأول اللي طلبته دولة كرواتيا باش تنضم إلى إسباس شنغن، والانضمام هذا راح يكون ابتداء من جونفي 2023، يعني الشهر الجاي إن شاء الله. دونك الناس اللي راح دير فيزا تاع كرواتيا راح تكون الفيزا تاعها مكتوب فيها شنغن، يعني تدخل بها كل دول شنغن. كرواتيا منضمة إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2017، ولكن عندها اتهامات خاصة يعني بالتعامل مع المهاجرين، يعني طريقة سيئة فيما يخص التعذيب والسجن والطرد. وشفنا هذه المعلومات ولا هذه الأمور عن طريق يوتيوب، يعني اليوتيوبرز اللي حكوا على اللي داروا طريق كما نقولوا احنا كرواتيا، خاصة يعني الجزائريين والمغاربة والتوانسة اللي مشاو هذيك الطريق، يعني تعرضوا لمشاكل ومضايقات. فدولة كرواتيا تعاني من هذا المشكل وعندها اتهامات من طرف الدول الأخرى، يعني الدول اللي مهاجرة إلى أوروبا أو الدول المجاورة لها. دونك الناس اللي راهم حابين يديروا فيزا تاع كرواتيا يتكلوا على ربي، إن شاء الله تكون سهلة. وكي تدوها اللي يدي الفيزا إن شاء الله يقدر يدخل أي بلاد للاتحاد الأوروبي. يعني كرواتيا هي البلد رقم 27 تاع الاتحاد تاع إسباس شنغن. وبالمقابل رفض الاتحاد الأوروبي طلب دولتين اللي هما رومانيا وبلغاريا إلى الانضمام إلى الإسباس شنغن أو يعني حيز شنغن. رومانيا وبلغاريا دولتين منضمتين إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2007، وتم طلب الانضمام إلى إسباس شنغن للمرة الثانية أو الثالثة، وتم رفض الملف أو الطلب يرجع لأسباب من بينها حقوق الإنسان والفساد واللجوء، يعني المهاجرين غير الشرعيين. يعني في الاتحاد الأوروبي ولا في الدول الغربية ذيك تولي في حقوق الإنسان، يعني يعرفوا مليح حقوق الإنسان، والحديث كما يقولوا والحديث بقية. أي دولة اللي في الاتحاد الأوروبي باش تنضم إلى الإسباس شنغن أو حيز شنغن لازم موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي، ولازم يوافقوا وزراء الداخلية تاع الاتحاد الأوروبي، لازم كلهم يوافقوا على انضمام الدولة إلى إسباس شنغن، مثل ما جرى مع دولة كرواتيا العام الجاي إن شاء الله. فبالنسبة لرومانيا وبلغاريا كاين دولة النمسا رفضت واعترضت هذا الطلب بسبب كما نقول لكم حقوق الإنسان والفساد والمهاجرين غير شرعيين. وبالنسبة لهولندا رفضت طلب، الله أعلم بلغاريا رفضت طلب بلغاريا. يعني في هولندا وزير الداخلية الهولندي ووزير الداخلية النمساوي رفضا طلب انضمام دولتي بلغاريا ورومانيا إلى إسباس شنغن، بالرغم من أنهما دولتين في الاتحاد الأوروبي منذ 2007. والإسباس شنغن تاريخ تأسيس تاعه هو 1995، والله أعلم ينضم 27 أو 28 دولة. يعني ممكن تأكدوا على هذه المعلومة في جوجل وحطوها لي في الكومنتير. دونك هذا فقط يعني فيديو تاع 5 دقائق ولا 6 دقائق. باختصار هو قبول طلب دولة كرواتيا الانضمام إلى إسباس شنغن اللي جاي في الاتحاد الأوروبي، وهذا راح يسمح لكل الناس اللي يروحوا لدولة كرواتيا أنهم يتنقلوا يعني بحرية، ولا يوجد حدود لا برية ولا جوية ولا بحرية بين كل دول أعضاء تاع الاتحاد الأوروبي اللي داخلين في إسباس شنغن. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. وإذا كاين كاش خبر جديد راني نقول لكم ربي يوفق الجميع إن شاء الله. ممكن فيها احتمال كبير أنه نتلاقاو في الجزائر، راح ندير فيديو في الجزائر إن شاء الله. السلام عليكم.